الحين احنا وصلنا لمصنع الشاي، نوريكم الحين قبل لا نشتري الشاي. الشاي عندهم كيف يصنع من البداية، تعالوا معنا يا جماعة الخير. مباشرة من المزارع على الشاحنة، من الشاحنة مباشرة ينزل ويبدأ عملية تصنيع الشاي. ما شاء الله تبارك الرحمن، كل هذا ورق شاي، كله ورق شاي. الحين بعدها يروح للمكاين، المكاين حارة تطحن الورق. بعد ما يطحن الورق ينزل هنا مثل ما انتم مشاهدين مباشرة ويطلع لفوق. بعدين بنور اطلاق 200 درجة نص ساعة كمان يتجفف. مرة ثانية صح، مرة ثانية تقول لكم مرة ثانية يروح في مكان حار بدرجة 200 ومن ثم يجفف مرة أخرى. ما شاء الله ما شاء الله، ريحة يا جماعة، ريحة. بعد درجة حرارة 200 الحين مرة ثانية يجفف، الحين ينزل ويتجفف مرة أخرى بعد درجة حرارة. وهذا الآن المرحلة الأخيرة، المرحلة هي الشاي الأسود. هذا الشاي الأسود. صح، بعد ما بيطلع بالأفران يصير بهالشكل، بهالشكل يصير. بعدين المحك الثاني بنطفه وذلك بعد بنطفه. ايوه شوفوا يا جماعة الخير، الحين الشاي ما متنظف، فيه شوايب. الحين يروح لمنطقة أخرى ينظف فيه الشاي إلين نوصل للمرحلة الأخيرة. شوفوا خلاص الحين تنظف الشاي، خلاص انشخل، اشخلوه وعلى اليواني مباشرة. وهذا هو الخلاصة. هي الشاي الأول الصنف. هي الصنف الثاني. هذا الصنف الثاني. صح. وهذا الصنف الأول. صح. ما شاء الله. هي ما بتطلع غير هون تتلقى. بس صح. في تركيا صح. هي تشتغل كل المطرح تتكل. برا. صح، تتكل عشان الصنف الثاني. هذا الشاي اللي جبتيني اياه شاي ايش؟ شاي أسود مخلوط فيه الزحدة مشان القهر، مشان رشح كتير كيس ما شاء الله. بهالشكل. يعني كتير هي الشاي يعني كويس كتير. ممتاز، يعطيك العافية.